ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قصتنا النهاردة قصة حقيقية وحصلت بالفعل. قصتنا بتقول: انا اسمي هالة، عندي 23 سنة، من الصعيد، واهلي ناس طيبين قوي وناس بسيطة قوي. انا من بنات الصعيد اللي اتربوا على الاحترام والسمعة الطيبة والستر. عمري ما خرجت من بيتنا لوحدي ولا عملت حاجة غلط، ولا اتعرفت على حد ولا اتكلمت مع حد. مفيش عندنا الكلام ده اصلا. اتعلمت لحد ما خدت الابتدائية، وعشان ابويا ما كانش عنده بنات تتعلم ولا تروح وتيجي والكلام ده، ما كانش حابب ان احنا نتعلم. وما كانش عندي اخوات ولاد غير عندي اخت واحدة بس، هو برضو اخدت زي الابتدائية. هو كان عشان ما عندناش اخوات ولاد، ابويا كان معتبر علي ابن عمي اكتر من ابنه، ومعتمد عليه في كل حاجة تخص الارض وتخص بيتنا وتخص كل حاجة. حتى احنا في البيت لو عايزين نروح مشوار، لو عايزين نروح حتة، بابا كان يخلي علي هو اللي يقوم معانا بالدور ده ويكون معانا في اي مكان نروح. كان بيخاف علينا جدا، لدرجة ان من كتر خوفه ده قفل علينا جامد ومنع عننا حاجات كتيرة قوي، حتى الحاجات العادية، ابسط حقوقنا. انا مش بطلع نفسي ملاك، ولا ان انا مش غلطانة، ولا ان انا غلطت لسبب. لا، انا غلطت وغلطي جامد قوي وواضح، وهو السبب في كل اللي جاي. علي ابن عمي كان شغال امين شرطة، ويخلص شغله ويجي لابويا يشوفه محتاج ايه، يعمل له ايه، يروح يقضيله مشاوير، يقضيله مصالح وكده يعني. وعلي كان وحيد ابوه وامه، عشان كده كان يعتبر غالي قوي عند ابويا. اما انا بقى عن حياتي فكانت مقفولة خالص، لا عندي صحاب ولا عندي رفاهية، ولا ان انا اروح للجارة دي، ولا ان انا عندي صاحبة دي اقعد معاها. كنت وحيدة فعلا. كنت عايشة في بيت كل حاجة فيه مرسومة: أكلم مين، أضحك مع مين، امتى هتجوز، امتى أسمع الكلام، امتى أقول حاضر. كل حاجة كانت بحساب. رغم ان كان عندي أخت، بس أنا وهي ما كناش دايما متفقين مع بعض. كنا على طول نقير ونقير، وبنعارك على طول دايما. لحد ما أخيرا جا وقت كل الناس عندنا في البلد ليهم حد مسافر، ليهم حد هنا، ليهم حد هنا، ركبوا تليفونات ومعاها نت عشان يكلموا المسافرين بره. وقتها بابا لما لقى كل الناس بتحكي عن النت والأخبار والكلام اللي الناس بتتكلم فيه، زيه زي أهل البلد، قال ندخلوا النت عندنا في البيت وندخلوا تليفون كمان. وقال اهو حاجة تسلينا، اهو العيال يتفرجوا لهم على مسلسل ولا يتفرجوا لهم على حاجة. وفعلا خلى علي ابن عمي جاب لنا النت والتليفونات. ومن هنا بقى كل حاجة اتغيرت. النت فتح عليا عالم انا معرفوش ولا اعرف عنه حاجة. الاول بقيت على طول اتفرج على مسلسلات، بس بعد كده لقيت حاجة اسمع عنها اسمها فيسبوك. كنت بشوفها في الاعلانات بس مش اكتر. عملت اكاونت عليه، وعشان انا مش خبرة قوي في المجال بتاع النت ده ولا متعلمة تعليم كفاية، بقيت اهو عمالة اخبط وخلاص ولطش. انا كنت يا دوبك بعرف اقرا واكتب بس، وبقيت الطش في اي حاجة. لحد ما في يوم جالي طلب صداقة من واحد اسمه كريم. قبلت الطلب ده عادي. انا كنت فاكرة ان اي حد بيبعت لاي حد، واي حد يقبل اي حد عنده، واي حد بيكلم اي حد عادي. كان تفكيري كده وقتها. بس اللي ما كنتش اعرفه ان انا فتحت على نفسي ابواب نهاية انا مش قدها. بمجرد ما قبلت الطلب ده لقيته بدأ يبعتلي رسائل على الخاص، واتعرفت عليه. ان هو عرفت عنه ان هو عنده 27 سنة ومش متجوز. كلامنا في الاول بدأ كصحاب عادي. وطبعا انا الوقت ده التليفون ما كنتش بسيبه من ايدي، لدرجة ان ماما زي اي ام كل شوية كانت تزعقلي وتقولي سيبي الزفت اللي في ايدك ده، احنا مش ورانا غيره، قومي شوفي شغل البيت اللي ورانا. كان يوم يعلم بيه ربنا يوم ما ابوكي دخل النت في البيت، وكلام من النوع ده كتير.
هو واحدة واحدة كريم بدأ يقولي كلام حلو، هو كلام رومانسي، وبدأنا انا وهو نقرب كتير من بعض ونتكلم كتير ونفضفض اكتر. الوقت ده كان التليفون واخد كل وقتي، انا كده كده كنت وحيدة ومش لاقية صاحبة اتكلم معاها ولا اخت اقعد احكي انا وهي، كانش في حاجة في حياتي. بس كنت دايما حريصة ان انا كنت بداريه من بابا، عشان بابا كان شديد قوي. لو خد باله ان انا طول الوقت ماسكة التليفون كان هيمنع النت اصلا من البيت وياخد التليفون مني، هو يمنع عني الكلام مع كريم اللي كنت مش بلاقي اي اهتمام من اي حد في حياتي غير معاه هو، لان حياتي كانت عبارة عن شخط واوامر وبس، مفيش كلمة حلوة، مفيش طبطبة. الكلام الحلو كله كان من كريم بس، والاهتمام كمان. بس اقولكوا على حاجة بصراحة، لو رجع بيا الزمن كنت هفهم ان عمايل بابا دي كانت خوف عليا انا واختي، وانا اللي مفهمتش ده غير متأخر قوي وبعد فوات الاوان. كريم بعد فترة اعترف لي ان هو بيحبني، وساعتها قال لي انا عاوز اقابلك ونتعرف اكتر. قلت له لا طبعا، انت بتقول ايه؟ انت فاكر الموضوع سهل كده؟ احنا ما عندناش الكلام ده، مش بنخرج اصلا عندنا، ولا نروح ولا بنيجي زي عندكم كده. احنا في الصعيد الخروج بيبقى بحساب وبعد محايلات كتير على اهالينا طبعا. وساعتها بعد زن كتير منه والحاح بعتله صورتي، كان مش مصدق ان انا بجد حقيقية. قعد يقولي معقول في بنات كده في الصعيد؟ انا توقعت شكل تاني خالص ليكي. ساعتها فرحت قوي، فرحت ان في حد شايفني حلوة كده ومختلفة. وبعدها هو كمان بعتلي صورته، المفروض ان هي كانت صورة واحد واو، شكله واو، ابن ناس قوي وشبعان وغني، راكب عربية من اللي بنشوفها في التلفزيون ومسلسلات وافلام. من وقتها واحنا كلامنا كله كان انه بيحبني، هو انا كمان بدأت احبه وبدأت اتعلق بيه. بعدها لقيته بيقولي ان هو زعلان مني، ان انا ازاي اكدب عليه يعني وابعتله صورة مش صورتي. قعدت احلف له ان هي صورتي. قال لي طب عشان اصدقك صوري فيديو صغير وانتي بتكلميني. كنت واثقة فيه ومش عارفة جبت الثقة دي منين، من ورا شاشة تليفون؟ معقولة؟ ولا يمكن اتخدعت لما شفت العربية والبدلة والموبايل اللي في الصورة؟ ولما بعت الفيديو فعلا صدقني، وكلامه معايا اتغير خالص وبقى كله اهتمام زيادة. وبدأت احكيله عن كل حاجة في حياتي، كل حاجة تعباني ومضايقاني، وكل حاجة عن معاملة اهلي ليا وشدتهم عليا. وهو بقى معوض كل ده اللي انا كنت فاهماه وقتها، انه بيعمل كده، وانه بيعمل كده حقيقي، مش انه استغل كلامي معاه ولعب على نقطة ضعفي. ما كنتش فاهمة كل ده، بس انا مش هنكر ان انا حبيته وتعلقت بيه، لحد ما في يوم صحيت من النوم على كابوس. لقيت ابن عمي جاي لبابا وبيقوله محروس ابن الشيخ حسنين عاوز يتقدم لهالة. وبقى وبدأ يفرح وبابا يفرح وكلهم فرحانين، وانا بدل ما افرح زي اي بنت مكاني الخبر نزل عليا زي الصدمة. عريس ايه وزفت ايه؟ انا بحب كريم ومش عاوزة غيره. ساعتها فرحة ابويا وامي كانت غير العادي، لقيتهم فرحانين قوي بالعريس ده لانه هو ابن شيخ ومحترم. وقعدوا يقولوا العريس ده دعواتنا احنا ليكي، ده اهله ناس كويسين قوي، وابوه شيخ ويعرف ربنا كويس وهيتقي ربنا فيكي، والعريس متدين اصلا. اما اهله فهم ماديا كويسين قوي ومن عيلة وابن اصول وكده يعني. ساعتها ما بقتش عارفة اقول لهم ايه ولا هعمل ايه. دخلت اجري على اوضتي وبعت لكريم وحكيت له اللي حصل. قلت له انت لازم تيجي تتقدم لي، العريس ده ما فيهوش اي عيب، يعني انا مش هعرف ارفضه ولا اقول لابويا ايه ولا اي حاجه. لقيته بيقول لي لا ارفض عادي،
قال لي ده حقك ان انتي تختاري. قلت له مش عند ابويا الكلام ده، ابويا معودنا من صغرنا ان هو اللي بيختار لنا كل حاجة. قلت له انت لازم تتصرف. لقيته بيقول لي هو انا مش جاهز دلوقتي وعندي مشاكل كتير. قلت له مشاكل اللي تمنعك انك تحافظ عليا وعلى حبك ليا؟ قال لي انت عمرك ما سألتيني عن اهلي. قلت له مالهم اهلك؟ قال لي ان هم مسافرين بره، وانهم حاليا مانعين عنه الفلوس ومانعين عنه اي مصروف زيادة عشان عامل مشاكل في الشركة. هو غلط غلطات في الشغل يعني وخسرتهم فلوس كتير. قلت له عادي، تعالى تقدم لي من غير اي طلبات ولا دهب، مجرد بس ما تتكلم مع ابويا وتحكي له ظروفك هو هيقدر. انا بس عاوزة اي حاجة رسمي عشان اهلي يطمنوا ومحدش يجبرني على الجواز ولا يجيبولي عرسان تاني. لقيته بيقولي لا، انا مش جاهز لاي خطوة دلوقتي في الموضوع ده، واهلي اصلا لو عرفوا ان انا عملت حاجة كده في الظروف اللي هم فيها دي مش هيسكتوا عليها. ساعتها فضل يقولي انتي اللي سلبية ولازم تختاري ويكون ليكي رأي. قلت له انت برضو لسه هتتكلم في الكلام ده؟ ما انا قلت لك مفيش، احنا عندنا الكلام ده خالص. وقتها قفلت معاه الكلام. هو انا مش عارفة هعمل ايه، بس في الاخر قلت خلاص انا هعمل زي ما هو قالي واجرب واشوف رد فعلهم ايه. وطلعت فعلا بعدها بكام يوم قلت لابويا وامي ان انا مش موافقة على العريس ده وانا مش مرتاحة. ولسه بتكلم ملحقتش اكمل كلامي، لقيت ابن عمي داخل من بره وقعد يزعق ويقول لي وانا مش مرتاح لك يا بنت عمي، مالك فيكي ايه؟ هو في واحدة عاقلة ترفض عريس زي محروس؟ قلت له عادي، الجواز قبول وراحة على فكرة. دايما كنت بشوف معاملة ابن عمي ليا مختلفة عن معاملته لأختي. على طول كان بينتقدني ويزعق معايا، وكل ده بسبب ان هو كان شايف ان انا مهتمة بنفسي زيادة جوه البيت، يعني لبس حلو، مكياج، على طول مش مبهدلة في نفسي، عكس اختي اللي على طول يعني عايشة حياة الصعيد، رابطة طرحة على راسها، مش مهتمة بنفسها قد كده. هو بقى دايما شايف ان انا الحاجات اللي بعملها دي غلط وممكن يكون وراها حاجة، عشان كده كان على طول يقولي انا مش مرتاحلك ووراكي سر. وقعد يقول لابويا يعني ايه يا عمي ترفض عريس زي ده وتقول مش مرتاحة من غير ما تشوفه حتى ولا تعرفه؟ قلت له عادي، انا مجرد ما قلتولي الموضوع قلبي اتقبض، ما حسيتش زي البنات ان انا اني فرحانة ولا حاجة. وطبعا ساعتها بابا عشان بيحب ابن عمي قوي وبيعتبره ابنه ودراعه اليمين اقتنع بكلامه. وساعتها قاله ومين قالك ان انا موافق على كلامها؟ هي هتتخطب له وبعد كده تبقى تقرر اذا كانت مرتاحة ولا لا. وفضل يقولي وافقي يا بنتي، ولو بعد الخطوبة لقيتي نفسك مش حباه ولا مش مرتاحة سيبيه وانا هقف معاكي. قلت له لا، برضو انا ليه اتخطب وتتحسب عليا خطوبة وخلاص. بعدها بابا قفل معايا الكلام، بس بالليل سمعته وهو بيقول لماما ان العريس ده لقطة وان هم هياخدوني على قد عقلي لحد ما اتجوز، وانهم هيفضلوا يسايسوا فيا لحد ميعاد الجواز. ساعتها اترعبت من فكرة ان انا ممكن اتجوز بالشكل ده او اتجوز غصب عني حتى. بس صدقوني لو اعرف كل اللي جاي كنت قدرت قيمة خوف ابويا وكنت وافقت على كل ده، وكنت فضلت تحت طوع ابويا عشان كل اللي جاي كان بسبب قرار غلط انا اخدته. هو انا متسرعة وضعيفة، وقتها خفت من قرارهم ده واللي ناويين يعملوه معايا، وانا بحب كريم وعقلي وقلبي معاه، وكان معشمني فعلا ان هو بيحبني. ساعتها اتصلت بكريم وقلت له خلاص انا قررت اتصرف. قال لي تتصرفي في ايه؟ قلت له انت في انهي محافظة؟ قال لي ليه؟ قلت له عشان انا هسافر لك. قال لي ايه القرارات المفاجئة دي؟ انت جاية زيارة ولا ايه؟ قلت له لا. هو انت مش بتحبني؟ قال لي طبعا. قلت له خلاص احنا هنتجوز ونعيشه على قد ظروفك، انا مش عاوزة دهب ولا عاوزة حاجة غير ان انا اعيش حياة كويسة واعيش مستورة. وساعتها وصف لي ازاي اسافرله، واستنيت البيت كله لما نام، وابن عمي راح بيتهم، واخدت حاجتي وفلوس من دولاب امي ورحت على المحطة
وساعتها كريم كان معايا على التليفون، كل شوية يكلمني عشان عارف ان انا معرفش الطريق ولا اعرف اروح ولا اجي. واول ما وصلت القاهرة لقيت واحد شكله غريب عن الصورة اللي كان باعتها لي، بس مش هو، بس نفس الصوت، وبيسلم عليا وعارفني كويس. قلت له انا مستغربة، هو انت مين؟ كريم؟ قال لي اه، مالك؟ قلت له انت عكس الصورة خالص. قعد يضحك وقال لي اه عادي، الصورة كنت عامل لها فلتر. استغربت وحسيت بجد ان في حاجة غلط، ومفروض وقتها كنت اتصرف ولا حتى ارجع بلدي تاني. مجرد ما حسيت المفروض كنت مشيت ورا احساسي، حتى لو اهلي عملوا فيا اي حاجة باللذي كنت رجعت بلدي تاني. بس كملت وقلت خلاص انا كده كده هربت، هعمل ايه؟ كملت ومشيت في الطريق اللي انا مشيته، اما اشوف هيوديني لفين. وساعتها زي ما يكون شك ان انا شكيت فيه او حس، وفضل يقولي كلامه الحلو اللي انا كنت بضعف منه واهتمامه الزيادة. لقيت نفسي سكت وكملت. قلت له هنروح فين دلوقتي؟ قال لي هوديكي شقة تقعدي فيها لحد بكرة واجيب لك اكل، وبعد كده نبقى نفكروا هنعمله ايه. ولقيته فتح عربية هي نفس العربية اللي شفتها في الصورة. قلت بس يبقى هو فعلا، وده فلتر اللي كان عامله في الصورة بتاعته. ما العربية هي موجودة وصوته هو الصوت اللي انا كنت بكلمه دايما. ووصلنا عند برج فخم. اتهبلت جدا لما شفته. المدخل كله تحفة رخام، والبرج كبير جدا وكذا اسانسير من جوه. كل حاجة كانت فوق الخيال بالنسبة لي، ولا الشقة نفسها من جوه تحفة اكتر ومليانة انتيكات من اللي بنشوفها في المسلسلات والفيلا. وساعتها قلت لكريم ايه ده يا كريم، كل ده انت يا ابني لو بعت حاجة واحدة بس من دول كان زمانك عرفت تخطبني من غير ما تطلب من اهلك اي فلوس. قال لي ما تقلقيش، ما انا هعمل كده فعلا. قلت له ازاي يعني؟ ازاي من اهلي؟ ما خلاص. لقيته قاعد يقول لي خلاص بقى غيري السيرة دي، اي حاجة تعكن علينا بلاش منها، انت جاية من سفر، خلينا في الاهم. اكيد انت جعانة دلوقتي صح؟ قلت له بصراحة اه. وسابني ونزل يجيب اكل. وانا ساعتها دخلت اتفرجت على الشقة كلها، ودماغي بقت هتنفجر من التفكير. حسيت فعلا ان في حاجة غلط انا مش فاهماها، وكلام كريم كله مش راكب على بعضه. منين ظروفه مع اهله صعبة ووحشة، ومنين شقة زي دي وعربية فخمة بالشكل ده؟ بقيت بقول هو لو فعلا كان بيحبني كان ممكن يبيع العربية دي مثلا ويجيب عربية ارخص او اصغر ويخطبني. وقتها عقلي كان تفكيره كله صح، وفي نفس الوقت قلبي بيقولي خلاص بقى انتي مشيتي، مفيش حاجة قدام غير انك تستني وتشوفي نتيجة قرارك هتوصلني لفين. وبعدها جابلي العشاء، كفتة بقى وساقع وحلويات. كان مهتم بيا قوي زيادة عن اللزوم، كلي واشربي، واهتمام انا عمري ما لقيته من حد غيره. ومع الوقت ضعفت وتعديت حدود عمري ما جه في خيالي ان انا اتعداها. ومن بعدها معاملته اتغيرت معايا جدا من تاني يوم، وطريقة اهتمامه قلت خالص. وبقيت كل يوم اسأله ها هنتجوز امتى؟ كل يوم يقولي بكرة بعده، لحد ما في يوم لقيته طلع فيا زي القطر وقال لي جواز ايه؟ جواز ايه اللي انتي بتتكلمي عنه ده؟ هو انا جبرتك على حاجة؟ قلت له قصدك ايه؟ قال لي اه، انتي سبتي اهلك بمزاجي وهتعوضي بقى تمن الهروب ده بمزاجي انا وبطريقتي انا. بعدين هو انا يوم ما افكر اتجوز هتجوز واحدة زيك؟ انتي مالكيش امان يا بنتي، واللي تبيعها اقرب ما ليها تبيع اي حد. ساعتها فضلت اعيط واصوت واقوله انت بتقول ايه يا حيوان؟ قعد يزعقلي ويقولي اياك صوتك يعلى هنا ولا تغلطي، تقعدي زيك زي اي كرسي هنا لحد ما اشوف ههبب فيكي ايه. ساعتها دخلت الاوضه وفضلت اعيط وانهارت، وعرفت خلاص ان انا جيت جهنم برجلي، هو كل اللي فات ده كان حلم جميل.
هو انا اللي ما قدرتش خوف اهلي عليا، ولا فهمت ان قفلة ابويا عليا دي كانت خوف عليا من حيوان زي ده، هو اللي جاي كله طريق اسود ملوش غير نهاية واحدة. هو من اللحظة دي بقيت فعلا خدامة، بغسل واطبخ وانضف واروق، وكله بالجبر، مفيش حاجة بمزاجي. بعد فترة اتكلمت معاه تاني، لقيته بيقولي بقولك ايه، انسي خالص موضوع الجواز ده، وده اخر كلام عندي، انا مستحيل اغيره، فوقي وافهمي، انتي اللي جيتي الواحد انتي ما تعرفوش اصلا، غير من ورا شاشة تليفون، حتة حديدة، انتي فاهمة؟ انتي في نظري ايه؟ انتي واخدة بالك من نفسك انتي ايه بالنسبة لي؟ ومن هنا ورايح اعملي بلقمتك، انا مش فاتحها سبيل اكل وشرب ببلاش. قلت له اعمل بلقمتي يعني ايه؟ لقيته بيقولي ان في معارف وصحاب اغنياء جدا، وطبعا قصده واضح من غير ما يقول. قلت له ما تكملش يا حيوان، ايه اللي انت بتقوله ده مستحيل. لقيته ساعتها فضل ده يضرب فيا زي المجنون، هو قال لي لو ما سمعتيش الكلام انا هروح بلدك. ومن اول ما انزل القطر الف من هيدلني على طريق ابوكي وهعرفهم مكانك، وشوفي بقى ابوكي وابن عمك اللي انت كنت بتحكي عليهم على طول دول، وقت ما يعرفوا مكانك هيعملوا فيكي ايه. ساعتها فضلت اعيط واترعبت، لان فعلا لو عرفوا طريقي ما كانش هيحصل كويس خالص، دول صعايدة وعندنا اصول وتقاليد. هو انا للاسف اتعديت كل ده، ما كانش قدامي اي حاجة غير ان انا اسمع الكلام واسكت، خصوصا بعد العلقة اللي انا اخدتها. لحد ما في يوم اتعرف عليا واحد موجود من ضمن المعارف دول، ولقيت طريقة كلامه مختلفة، حد محترم وشيك وابن ناس. وساعتها بالصدفة عرفت منه انه ابن عم صاحب الشقة اللي انا قاعدة فيها. قلت له يعني ابن عم كريم؟ قال لي لا طبعا، بقولك صاحب الشقة. قلت له مين صاحب الشقة؟ قال لي حسام. قلت له حسام مين وهو فين؟ هو ليه كريم بيقول ان الحاجات دي حاجته وشقته ودي عربيته؟ قال لي حسام مسافر بره وبيرجع اجازات، وعنده شغل هنا وشغل بره، ودي شقته، والعربية اللي كريم راكبها عربية حسام، بس حسام بيعامل كريم اكنه واحد من اهله، ومش معتبره خالص ان هو حد شغال عنده. قلت له يا لهوي، يعني كريم شغال عند صاحب الحاجات دي كلها؟ قال لي ايوه، ويعتبر دراعه اليمين كمان في كل حاجة، وسايب له العربية عشان بيقضيله بيها مشاوير، ومفتاح الشقة عشان بيجي كل فترة يعني يفتحها ويهويها وينضفها ونقضوا فيها وقت حلو. وقتها بقيت من جوايا عاوزة اولع في نفسي وفي دماغي وفي تفكيري وفي هبلي وفي عبطي واليوم اللي صدقت فيه كريم. بقيت من جوايا مش عارفة اعمل ايه. قلت له يعني كريم ده قايل لي ان هو صاحب كل الحاجات دي؟ قال لي يا ستي كبري دماغك، انت شكلك طيبة واي حاجة بتصدقيها، عموما خدي المبلغ ده خليه معاكي. ولقيته طلع لي مبلغ كبير وقال لي لو احتجتي اي حاجة ابي قوليلي. قعدت اقول له لا معايا وكده، وعملت نفسي ان انا فعلا معايا، بس هو قال لي لا حتى لو معاكي خديه برضه، مع اني ما كانش معايا فلوس اصلا. صح، وده كان اول حد يتعامل معايا على اني بني ادمه، بني ادمه بتحس. احترمته قوي، وعرفت ان انا اخدت اكبر صدمه في حياتي واكبر الم فوقني، وعرفت ان خلاص عمري ما هعرف ارجع خطوه لورا ورا اعوض كل اللي راح. وطبعا كريم كان كل شويه ما يحس ان انا عايزه اخلع يهددني ويفضل يضغط عليا. وساعتها عرفت بالصدفه من ابن عم حسام ان كريم بيتعامل معايا على اني وسيله مكسب، وانه بياخد من ورايا فلوس كتيره قوي، الناس بتديله فلوس ليا وهو ما كانش قايل لي اي حاجه. قلت له انا معرفش اي حاجه عن الكلام ده، ولا هو جايب لي سيره عن الموضوع ده. قال لي ما انا عارف، انا حسيت انك ما تعرفيش، عشان كده قلتلك انتي لازم تحاسبيه وتاخدي فلوسك منه. هو من بعدها رحت اتعاركت مع كريم وواجهته بكل حاجه عرفتها. الغريبه انه اتعامل معايا بمنتهى البجاحه والبرود، وما انكرش مني اي حاجه واجهته بيها،
وقعد يقول لي انا ما ضحكتش عليكي على فكرة، انتي اللي ضحكتي على نفسك. قلت له خلاص فكك من الاسطوانة دي، بلا ضحكت عليا بلا ضحكت على نفسي، خلاص اللي حصل حصل، من هنا ورايح فلوسي منك هاخدها. قال لي لو على الفلوس سهلة هبقى اديهالك. وفعلا من بعدها بقيت باخد منه فلوسي اول باول، والفلوس بدأت تكتر في ايدي وبدأت احوش، وهو كمان الفلوس بدأت تكتر في ايده. وبعد فترة اشتريت شقة حلوة قوي ليا، وبقت هي دي حياتي. كل يوم وش جديد وواحدة جديدة، كل يوم واحدة انا معرفهاش، واحدة بتغير وشها زي ما بتغير هدومها. وفي شقتي الجديدة دي بقيت ظابطة كل حاجة حواليا، جبت مساعدة ليا في البيت، والبواب بقيت مفهمة ان اي حد يسأل عليا يكلمني في التليفون الاول، ما يخليش حد يطلع لي على طول. وبعد فترة امي وحشتني قوي، وابويا كمان. من غير اي تفكير قلت انا هتصل بيهم اسمع صوتهم وبقفل السكة. بس اول ما اتصلت وسمعت صوت امي فضلت اعيط واقول لها وحشتيني يا امي. فضلت تتنهج وتقولي وهي مش مصدقة، مين هالة؟ قلت لها اه يا امي انا هالة، انتي وحشتيني قوي. فضلت تعيط وتعاتب فيا. قلت لها انا كويسة يا امي ما تخافيش عليا، واتجوزت واحد غني قوي، ما تخافيش عليا، انا نفسي اشوفك انتي وحشتيني قوي، طمنيني عليكي عاملة ايه؟ قالت لي انا كويسة. قلت لها وابويا عامل ايه؟ لقيتها قالت لي اللي صدمني وخلاني كرهت نفسي وكرهت حياتي. قالت لي ابوكي مات من قهرته بعد ما مشيتي، الناس كلت وشنا، هو ابوكي ما بقاش عارف يرفع راسه وسط الناس، بقى ماشي راسه في الطين، ما استحملش تعب ودخل المستشفى، طلع عنده جلطة وبعدها مات على طول. واختك اتجوزت العريس اللي انتي رفضتيه، وهي سافرت وعايشة معاه زي الفل. قلت لها وانتي مين معاكي يا امي؟ قالت لي انا معايا ربنا وعلي بيشوف طلباتي. قفلت معاها وقلت لها هبقى اكلمك تاني. وبعد ما قفلت معاها انهارت، واحساس الذنب كان هيموتني على ابويا اللي انا كنت السبب في كل اللي جراله. وبقيت مش عارفه انا اعمل ايه ولا اصلح كل ده ازاي. خلاص فات الاوان. قلت خلاص انا مش هينفع اسيب امي لوحدها، انا هكلمها تيجي تعيش معايا هنا. وفعلا اتصلت بيها وقلت لها يا ماما انتي ما ينفعش تفضلي لوحدك، تعالي عيشي معايا، انا جوزي مسافر بره وقاعده لوحدي. قالت لي اجيلك ازاي يا بنتي انا ما اعرفش اتحرك لوحدي، بعدين انتي فين اصلا؟ قلت لها البلد اللي انا فيها، وقلت لها اركبي توك توك لحد المحطة، وهناك اركبي قطر، وانا هفضل معاكي على التليفون لحد ما توصلي، وهبقى اجي اخدك من المحطة. وفعلا امي عملت زي ما قلت لها بالظبط. بس المصيبة بقى ان انا لقيتها بتكلمني على المحطة، ووصلت خلاص، وصلت البلد اللي انا فيها، ومعاها علي ابن عمي، وده اللي انا ما كنتش عامله حسابه اصلا، ونسيت انبه عليها ان هي ما تقولوش اي حاجه. هموت ابويا والخبر اللي سمعته خلاني مصدومه، وما عرفتش افكر ولا عرفت ارتب الكلام اللي هقوله لها، ما كنتش عامله حساب كل ده. بعدها رحت لها المحطه عشان اجيبها، واول ما شفتها اترميت في حضنها وفضلت اعيط واقول لها سامحيني، ونفسي ابويا كمان يكون راح وهو مسامحني. لقيت علي واقف وعمال يبصلي ونظراته كلها استغراب، ويقولي اتغيرتي يا بنت عمي. ما ردتش عليه لاني كنت فاهمه كلامه. اخدتهم ورحنا البيت، وما كنتش عارفه هعمل ايه في ابن عمي ده ولا هتصرف ازاي. بس رحنا البيت وفضلت قاعده في حضن امي، والذكريات كلها في دماغي، الذكريات اللي ما كنتش عارفه قيمتها. قلت انا خلاص مش هعمل اي حاجه غلط تاني، وهبعد عن اي طريق وحش كنت فيه. ساعتها نزلت المساعده جابت لنا اكل،
واليوم ده انا كنت خلاص قررت فعلا اني مستحيل ارجع لاي غلط تاني، وهعيش مع امي في شقتي، وهدور على شغل محترم واشتغل واصرف على نفسي وعلى امي. هو امي بقى من اول ما دخلت شقتي وهي مش مصدقه، وتقولي جوزك شكله غني، وكانت مبهوره قوي بالشقه. بس علي ابن عمي هو المصيبه كلها فيه من اول لحظه، ونظراته كلها شك وقلق. ولقيته بيقولي: امال فين جوزك يا بنت عمي؟ قلت له: ما انا قلت لكم ان هو مسافر. قال لي: الا من ساعه ما جينا حتى ما شفنا صوره متعلقه ليكي ولا له. قلت له: احنا لسه ناقلين الشقه دي جديد، والصور كلها في الشنط، لسه ما علقتش حاجه. كنت مرعوبه منه ومن اسئلته ومن نظراته. قلت لامي: ايه اللي خلاكي جبتي علي معاكي بس؟ قالت لي: انا مالي يا بنتي، ده هو اللي شافني وانا بوقف التوك توك وصمم ان هو يجي معايا وما يسيبنيش لوحدي، كتر خيره. وفضلت فعلا فضلت بعيدة عن اي حاجة لحد ما لقيت كريم بيكلمني وبيقولي ان في معارف جايين من بره زيارة وراجعين ولازم اكون موجودة. قلت له: مستحيل، انت بتقول ايه؟ بقولك ابن عمي هنا وامي، انا خلاص مش عاوز اعرفك تاني، ابعد عني وعن طريقي وعن سكتي. لقيته فضل يهددني ويزعقلي ويقولي انه هيجي لامي وابن عمي ويقول لهم حاجة، ويقول لهم كل حاجة هم لسه ما يعرفوهاش. قلت له: حرام عليك بقى، انت عاوز مني ايه؟ كفاية كده، ابويا مات بسببي، انا مش قادرة اعيش بالذنب بالشكل ده، انا ما بقتش عايشة طبيعية زي الناس. لقيته قعد يضغط عليا ويهددني، وبعد خوف ورعب لقيت نفسي وافقت، وبقيت كل يوم والتاني بنزل. ابن عمي قعد يقولي: ايه الحكاية، انتي ما كنتيش بتنزلي كده، انتي كل يوم تنزلي وتتشيكي، هو اول ما جينا ما كنت قاعدة معانا وما بتنزليش. قلت له: ابدا، انا بخلص اوراق ومصالح لجوزي. واتاريه ما كانش مقتنع، وعقله عمال يودي ويجيب، واتاريه بيراقبني وانا معرفش. وفي يوم وانا هناك باب الأوضة اتفتح فجأة ولقيته قدامي، وكريم جنبه وعمال يقول لي: مين ده يا هالة؟ ده من ساعة ما دخل من باب الشقة وهو رافع سلاحه في وشنا. لقيت علي قعد يقول لي: انا عمري ما ارتحتلك، وشكوكي زادت من اول لحظة وصلت فيها القاهرة وشفناكي، كلامك، طريقتك، كل حاجة بتقول ان وراكي نصيبة، هو مصيبة كبيرة كمان. ودلوقتي كل حاجة وضحت قدامي وبقيت فاهم كل حاجة. ولقيته بيقول: انا هغسل عار عمي منك اللي مات بقهرته بسببك بعد ما حطيتي راسه في الوحل. ساعتها فضلت اصوت واعيط واقول له: لا استنى، خسارة انك تروح في داهية على واحدة زيي، انت نافع اهلي عني، ودلوقتي امي ملهاش غيرك. وقتها هالة شافت كل حاجة قدام عينيها زي فيديو شغال، شافت خوف اهلها عليها اللي هي ما كانتش مقدراه، وعصيانها ليهم، شافت نفسها رخيصة وكل حاجة عملتها، وبقت كارهة نفسها وكارهة حياتها. وعرفت ساعتها ان هي مش ضحية، مش ضحية الحب، لا، هي كانت ضحية دماغها وتفكيرها والغلط وقرار الغلط اللي هي ما كانش ينفع ان هي تصلحه. وبقت تقول لنفسها ان لو رجع بيها الزمن عمرها ما كانت هتعمل كده ابدا. وبعد كلام هالة مع ابن عمها فتحت الشباك وسط صراخ كل اللي موجودين وصدمتهم، نطت من الدور ال11 وتوفت على طول. وساعتها الاهالي بلغوا الشرطة، والشرطة جت وطلعت الشقة واتقبض على كريم وكل اللي موجودين. وساعتها قصتها كلها اتعرفت. ربنا يرحمها ويغفر لها. لكل بنت: اوعي تتخدعي وتثقي في حد يقولك اعملي حاجة من ورا اهلك، ولا عصي اهلك وانتي حرة واعملي اللي يريحك. على فكرة، الكارثة بتبدأ بنصيحة غلط او قرار غلط. هالة وثقت في واحد عرفته من ورا شاشة، ودفعت تمن الثقة دي غالي قوي. التمن كان عمرها وغضب ابوها عليها. القصة دي مش عن بنت وحشة
ولا عن حب حرام، ولا عن أهل قاسيين. دي قصة واحدة اتعرضت لضغط وحرمان وكلمة لأ وعيب اللي اتقالت أكتر من الكلمة الحلوة والاهتمام. أكتر البنات اللي بيغلطوا مش بيكونوا عايزين يغلطوا، بس بيحاولوا يهربوا من ضغط هم عاشوا فيه. عشان كده ده دور كل أب وكل أم مهم جدا في حياة ولادهم، مش أوامر وبس. نسمع ونطبطب ونحس بيهم ونهتم بيهم، نسمعهم الكلمة الحلوة مننا قبل ما يدوروا يسمعوها بره، ويحاولوا يهربوا من ضغطهم ده. وهروبهم ده مش دايما بيوصلهم للأمان، ده بيوصل لنهاية مفيش فيها رجوع. كل غلطة ليها تمن، والتمن ساعات بيكون كبير قوي، أغلى من العمر نفسه. ودي كانت قصتنا النهاردة، بتمنى من كل قلبي يكون فيها عبرة. دي قصة حقيقية على فكرة وحصلت فعلا. بشكركم جدا على دعمكم اللي بيفرق معايا قوي. شكرا لكل حد واقف في ظهري، شكرا لكل حد بيعمل لايك، شكرا لكل حد بيعمل شير للفيديوهات، شكرا لكل حد بيكتب كومنت ايجابي، كومنت حلو، حتى لو انتقاد. شكرا ليكم برضو كلكم على راسي، واشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.